الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. ما دامت السماوات والأرض جعلنا من عباد صالح أهلها. استووا للصلاة رحمكم الله. استووا واعتدلوا سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فإن تقضي ولا يقضى تبارك ربنا لك الحمد لك الشكر نستغفرك ونتوب إليك. اللهم سلمنا والمسلمين اللهم انصرنا والمسلمين
اللهم احفظنا والمسلمين، اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين، اللهم ارحمنا فإنك خير الراحمين، اللهم اغفر لنا فإنك خير الغافرين، اللهم ارزقنا فإنك خير الرازقين، اللهم افتح لنا فإنك خير الفاتحين، واهدنا ونجنا من القوم الظالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم اجرنا من النار، 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 اللهم اجرنا من النار سالمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام، فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد.
اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الفاتحة. إياك نعبد بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. Bab iman kepada yang gaib. An Muadz bin Jabal radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ya Muadz hal sami'ta منذ ليلة حسا قلت لا قال إنه آتاني آت من ربي فبشرني أنه من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت يا رسول الله أفلا أخرج إلى الناس فأبشرهم قال دعهم فليستبقوا الصراط. رواه الطبراني في الكبير. Dari Muadz radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, apakah tadi malam kamu mendengar suara samar-samar? Aku menjawab tidak. Beliau bersabda, sesosok malaikat datang kepadaku dari sisi Tuhanku. Ia memberi kabar gembira kepadaku bahwa barang siapa di antara umatku mati dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, niscaya ia akan masuk syurga. Aku bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah saya keluar dan menyampaikan kabar gembira tersebut kepada mereka? Beliau menjawab, biarkan mereka, supaya mereka berlomba-lomba di jalan kebenaran. Hadis riwayat Tabrani. An Jarir radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man mata la yusyriku billahi syai'a wa lam yatadabbiba bidamin haram udkhila min ayyi abwabil jannati sya'a. Rawahu Tabrani. Yatanabbada. Dari Jarir radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, barang siapa mati dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun dan tidak pula menumpahkan darah tanpa hak, maka ia akan dimasukkan surga dari pintu surga mana saja yang ia kehendaki. Bab salat berjamaah. An Naufal bin Muawiyah radhiyallahu an anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man fatathu shalah fa ka'annama witra ahluhu wa maluhu. Rawahu Ibnu Hibban. Dari Naufal bin Muawiyah radhiyallahu an bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa terlewatkan satu salat seolah-olah ia telah kehilangan keluarga dan hartanya. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Keterangan kehilangan keluarga dan hartanya yakni kehilangan akibat tindak kejahatan seperti dibunuh, dirampas atau ditawan. Jadi orang yang terlewatkan satu salat diumpamakan seperti orang yang kerabat atau keluarganya terbunuh dan hartanya dirampas. An Abdullah bin Shu'aib an abihi an jaddihi radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muru auladakum bis salah wa hum abna'u 7 sinin wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10 wa farriqu bainahum fil madaji'. Rawahu Abu Dawud. Dari Amr bin Shu'aib dari ayahnya dari kakeknya radhiyallahu an, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, suruhlah anak-anak kalian supaya mengerjakan solat ketika mereka berumur 7 tahun. Kemudian setelah mereka berumur 10 tahun, pukullah mereka jika meninggalkan solat, serta pisahkan tempat tidur mereka. Hadis riwayat Abu Dawud. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yughfaru lil muadzin muntaha adhanihi wa yastaghfiru lahu kullu ratbin wa yabisin sami'a sautahu. Rawahu Ahmad.
Jadi Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muadzin akan diampuni dosanya sejauh jangkauan suara azannya, dan setiap makhluk hidup maupun benda mati yang mendengar suaranya akan memohonkan ampunan untuknya. An Abi Hurairah radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-muadzinu yughfaru lahu madda sauti wa yashhadu lahu kullu ratbin wa yabisin wa syahidu salata yaktubu lahu 25 salatan wa yukaffiru anhu ma bainahuma, rawahu Abu Dawud. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, seorang muadzin akan diampuni dosanya sejauh jangkauan suaranya, dan setiap makhluk hidup maupun benda mati akan menjadi saksi baginya. Adapun orang yang mengikuti solat berjemaah akan dicatat pahalanya 25 kali solat, dan akan dihapus baginya dosa-dosa yang terjadi antara solat tersebut dengan solat sebelumnya. Hadis riwayat Abu Dawud. An Abdullah bin Abdurrahman ibni Abi Sa'sa'ah radhiyallahu an qala Abu Sa'id radhiyallahu an idza kunta fil badawi farfa' sautak bin nida fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la yasma'u sautahu syajarat wala madarun wala hajarun wala jinnun wala insun illa syahidalah, rawahu Ibnu Khuzaimah. Dari Abdullah bin Abdurrahman bin Abu Awsa' radhiyallahu an ia berkata, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an berkata, apabila kamu berada di luar perkampungan, maka kumandangkan azan dengan suara yang keras, karena aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap pohon, tanah, batu, jin dan manusia yang mendengar suara azan pasti akan menjadi saksi bagi muazzinnya. Hadis Khuzaimah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan taufik kepada kita sehingga kita bisa mudah mengamalkan dan menyampaikan. Semua bersedia insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم افتح لنا فتوح العارفين وألهمنا إلهام الملائكة المقربين وارزقنا فهم الأنبياء والمرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم اخر لنا واخترنا وسددنا. اللهم اخر لنا واخترنا وسددنا. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله